هل عاد الجيش الملكي ليعلن نفسه مرشحا أول للقب ثلاثية نارية في مرمى آسفي تشعل البطولة المغربية مبكرا؟ في الجولة الرابعة من البطولة المغربية، الجيش الملكي يبعث رسالة قوية: المنافسة على اللقب بدأت من الآن. منذ الدقائق الأولى، استغل الفريق النقص العددي بعد طرد لاعب أولمبيك آسفي، وفرض أسلوبه الهجومي المنظم تحت قيادة المدرب الفرنسي فرناندو دا كروز. القائد محمد ربيع حريمات افتتح التسجيل في الدقيقة 33، ثم جاء الدور على رضا سليم ليضيف الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 57، قبل أن يختم خالد آيت أرخان المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 75. انتصار مقنع و3 نقاط ثمينة تعيد الجيش للمربع الذهبي برصيد 8 نقاط، ويعلن رسمياً: اللقب هذا الموسم سيكون معركة حقيقية. برأيك، هل الجيش قادر على كسر هيمنة الوداد والرجاء هذا الموسم؟ شاركنا رأيك في التعليقات.